نادي الزمالك ان شاء الله هيلعب يوم الاحد الجاي في مباراة لجماهير مصر وجماهير نادي الزمالك وجماهير افريقيا وجماهير المغرب طبعا بتنتظرها، نهائي كأس الكونفدرالية ما بين الزمالك المصري نادي القرن الحقيقي في افريقيا وبين فريق نهضة بركان. ان شاء الله المباراة هتكون يوم الاحد 12 مايو 2024 الساعة 10 بتوقيت القاهرة ان شاء الله بإذن الله. بشكر كل اخواتي الزملكاويه والاهلاويه برضو اللي بيتابعوا الصفحه بتاعتنا يوميات زملكاوي على اليوتيوب، واللي بيتابعونا على التيك توك، واللي بيتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك. بشكرهم وبقول لهم ان احنا بدعمكم وبتشجيعكم لينا ان شاء الله هننجح وهنوصل للمليون مشاهد ان شاء الله على قناتنا على اليوتيوب، وهنوصل للمليون برضو على التيك توك. صدمه كبيره جدا لجماهير نادي الزمالك والجماهير المصريه قبل النهائي ده بغياب النجم محمود عبد الرازق شيكابالا. طبعا اللي بيتعرض لهجوم كبير جدا من الفترة اللي فاتت من بعض الجماهير، خصوصا الجماهير الاهلاوية هي اللي زيطة اليومين دول وعمالة توجه انتقادات شديدة لشيكابالا. انا رأيي ان شيكابالا في النهائيات بيبقى مؤثر جدا 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 واداؤه ممكن شيكابالا ينزل في لحظة يخلص لك الماتش بهدف، وشفناه في نهائي القرن ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك شيكابالا هو اللي احرز الهدف الوحيد لنادي الزمالك. صحيح ان شيكابالا الفترة اللي فاتت ما كانش بيلعب وكان مصاب، لكن برضه غياب ناصر ماهر وغياب عبد الله السعيد لانهم كانوا مؤيدين في افريقيا مش هيلعبوا في الماتش ده في افريقيا، هيأثر طبعا بالاضافة لغياب شيكابالا. ولكن الزمالك عنده اوراق كتير جدا في النهائي، عشان كده النهارده انا هحط التشكيل الافضل للمباراة النهائية لنادي الزمالك مع نادي نهضة بركان في النهائي، وبتمنى التشكيل ده يوصل للجمهور الزملكاوي وللمدرب والناس اللي حوالين المدرب يحاولوا يظبطوا له دماغه بدل ما يعمل زي ما عمل في ماتش سموحه. حارس المرمى هنبدا بعواد، يعني انا مش راضي عن عواد وراضي عن صبحي، بس عواد هو الافضل دلوقتي وهو اللي ممكن يستحمل ماتش زي ده. حسام عبد المجيد جنبيه حمزه المسلوسي، في يمة الشمال فتوح واليمة اليمين عمر جابر، يبقى عندك اتنين باكات يشيلوك دفاعيا وهجوميا. خط الوسط هنلعب بدونجا ونزل لي بقى يا محمد شحاته يا زياد كمال. طبعا في اليمين زيزو وفي الشمال لو موجود مصطفى شلبي ماشي، مش موجود العب لي بسامسون جناح، وخلي لي بقى في الهجوم سيف الجزيري. لو مصطفى شلبي يعني رجع من الإصابة وهيقدر يلعب وهيقدر يشيل الماتش ده يبقى مصطفى شلبي أفضل طبعا. سيف الجزيري لو مصطفى شلبي موجود هنلعب بمصطفى شلبي في الجناح وسيف الجزيري وسامسون جنب بعض، عشان ده هيمثل طبعا إرباك بقى وضغط على الفريق المغربي لما هيلاقيك بتهاجم باتنين هيبقى هو في حيرة، هل هو هيدافع ولا هيهاجم بقى؟ ولو هاجم وما عملش حساب ان انت بتلعب باتنين مهاجمين ممكن الزمالك يخطف في اي وقت. وسامسون ميزته انا شايف ان هو لعيب هايل جدا سواء كراس حربه او كصانع لعب او حتى كدفاع، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. متيابه لازم تديله دور في الماتش ده حتى كبديل، لان متيابه اثبت ان هو فعلا موهبه شابه ولاعيب صحيح صغير في السن ولكن موهبه كبيره جدا يقدر نادي الزمالك يعتمد عليها في الماتش ده. عايز اقول واوجه رساله للمدرب بتاعنا جوميز ولاعيبتنا ولجمهورنا ان البطولات بتحسمها دلوقتي شخصيه البطل. شفنا ريال مدريد بيكسب البايرن امبارح رغم ان البايرن كان مقطعه طول الماتش، ريال مدريد كسب الماتش بسبب شخصيه البطل وقدر بعد الدقيقه 90 ان هو يحرز هدف الفوز. لازم يكون عندنا الاصرار ويكون عندنا التحدي وعندنا شخصيه البطل. والفريق المغربي اللي احنا هنلعبه نهضة بركان احنا كسبناه في البطولة الكونفدرالية اللي كسبها الزمالك ايام بن شرقي وايام فرجاني وايام الجيل الذهبي لنادي الزمالك، ولما كسب معاها السوبر الافريقي. فالفريق المغربي هيبقى عارف قيمة نادي الزمالك وهيلعب بمنتهى القوة وبمنتهى الشراسة. شخصية البطل والاصرار والعزيمة اهم عندي من مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب. صحيح هيغيب عننا لعيبة كتير لكن البركه في اللعيبه الموجوده كلهم رجاله وكلهم قد التحدي اللي هم فيه، ولما يكسبوا ان شاء الله بطوله الكونفدراليه ده هيكون اكبر تعويض لجمهور نادي الزمالك وهتبقى فرحه ما بعدها فرحه. والجمهور المصري ان شاء الله لما نادي الزمالك يكسب البطوله الكونفدراليه
والاهلي يكسب بطوله دوري ابطال افريقيا، وهيبقى السوبر الافريقي ضمننا ان هو هيكسبوا فريق مصري، رغم انها هتبقى مباراه ناريه بقى وهيبقى سوبر القرن، وممكن نقدر نكسب وناخد حقنا من النادي الاهلي في المباراه دي. بشكركم، ما تنسوش تدعمونا باللايك للفيديو واشتراك في القناه وتشيروا فيديوهاتنا عشان نوصل لاكبر عدد من المشتركين، وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات.